ايفنت جديد فيكت جيم ناصر الثوره. تعالوا اقول لكم عملنا ايه بالظبط. اول حاجه لفينا بالعربيات الدوج، وبعد كده الغوريلا عملت شو جامد. بص 6 باكس ايه. وبعد كده بقى دخلنا على الجيم، لقينا في عرض افريقي كده. وطبعا رامي عادل الافريقي لبس البتاع بتاعتهم دي، عشان لما يتقال على راسك ريشه يبقى عندهم حق. وبعدين يعني دول ولاد قارتنا، يعني لازم نتفاعل معاهم ونفرح يا جماعة. يعني عادي لو تخليت عن كاريزمتك بعض من الوقت وفرحت شوية، مفيش أي مشاكل. وبعد كده بقى ابتديت أشوف الشباب ونتصور مع بعض، وشباب تتكلم معايا. بحب جدا الأجواء اللي فيها الشباب. بحس ان هو يعتبر احتفال، حاجة كويسة جدا بتلم الشباب، لان احنا هنعمل جوائز كتير وهنعمل مسابقات وهنوزع هدايا. وان الشباب تتجمع في الجيم احسن ما تتجمع في مكان مش كويس او يضر صحتهم. اول حاجة دي المسابقات، مسابقة البلانك طبعا كان في شباب كتير ساعدت فيها واشتركت، والفايز طبعا كان واحد بس. وطبعا مسابقة الشيست بريس اشترك معانا برضو شباب طموح جدا وشباب قوي. في اللي قدر يشيل الوزن وفي اللي ربنا ما وفقوش، بس كان رد الفعل للشباب كويس جدا. انك تحث الشباب على الرياضة وتخليهم يمارسوا الرياضة، دي حاجة قوية جدا. طبعا انا كده في النص قلت اخش 3 4 5 6 عدات. يلا يا عجوز، مش قادر ولا ايه؟ 7 8 9 10. بعد صح ولا غلط يا جدعان؟ ما علينا. 11. يلا وكمان يلا ضغط بقى، ما هي خلاص بقى، ما هي خربت بقى. تمام. وبعد ما لعبت الضغط والشباب كسبت الهدايا بتاعتها، نختم بقى مع الشباب واستنونا في فيلوجات جديدة. السلام عليكم.